السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة هصور لكم الكتاكيت بتاعتنا. الكتاكيت ديت بلدي، فيها بلدي هجين وفيها بلدي مشعر. الكتاكيت دي دلوقتي عمرها هي جاية يوم 22/7 والنهاردة 8، اللهم صل على النبي، 8/8، يبقى بقالها كده حوالي 20 يوم، 21 ممكن. دلوقتي الفراخ دي أول ما جبناها كان اللي هو صاحب المعمل اللي اشترينا منه جاب لنا معاها الأدوية بتاعتها، الجزازتين الصغيرين اللي بيجوا مع الفراخ التسمين، اللي هي المضاد الحيوي والفيتامينات، وفي دواء كده عامل زي البودرة. كان بيقول له حط منه بالليل معلقة على لتر مية، والتاني كنا بنحط منه غطا من الجزازة دي، وغطا من جزازة الفيتامينات، وغطا من جزازة المضاد الحيوي على لتر مية. بس هيديك كان بيشرب منها بالنهار، والدواء اللي هو عامل زي البودرة دوت كانوا بيشربوا منه بالليل. دلوقتي الفراخ ديت طبعا يعني الفراخ البلدي يعني تربيتها سهلة جدا، ما بتاخدش يعني مجهود زي الفراخ التسمين. انت بتحط لها الاكل والمية بتاعتها وخلاص. مش بيعوزوا تفرشي تحتهم تبن، مش بيعوزوا يعني مجهود زي نوع الفراخ التسمين التانية اللي هي الفراخ البيضة. ديكي بتعوز مجهود كتير، وبتعوز انك تفضلي رايحة جاية عليها عشان المية، عشان الاكل، عشان لو حاجة تعبت منهم. فالفراخ البلدي يعني تربيتها سهلة جدا. دلوقتي هم خلاص طلع الريش في اجنحتهم، وبعدين دلوقتي ظهر الديك من الفرخة. يعني انا لسه داخلة من شوية عشان اشيل الاكل من قدامهم، لانهم عاملين الاكل كده مبهدلين الاكل في الارض. فانا بسيبهم بشيله مثلا زي دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 12:15 بشيله، وبعد العصر او ساعة المغرب برجع احط لهم الاكل تاني. هم لسه يكونوا نجوا اللي هم نزلوه في الارض ده عشان خسارة وكده. فانا بشيل الاكل وارجع احطه تاني قبل المغرب او بعد العصر بشوية. اللهم صل على النبي. هم مش محتاجين مكان اوسع من كده، هو المكان يدوب على قدهم، بس هم عشان خايفين. وانا واقفه دلوقتي ظهر الديك من الفرخه دي. العرف بتاع الديك هو باين اكترهم برابر، ما فيش الا حوالي 5-6 ديوك بالكثير. والفرخ ما شاء الله حجمه ممكن يخش له في، اللهم صل على النبي، يعني 200 جرام، ربع كيلو. دلوقتي ظهر الريش بتاعهم اهو في الاجنحه. وكان الديك بيبدأ يتعلم انه يقدم. اول ما دخلت عليهم كان صوته رفيع كده. فبسم الله ما شاء الله، يعني تربيتهم سهلة، ما بياخدوش مجهود، وما بياخدوش اهتمام زي اي طيور تانية. غير انك تفضلي برضو تراعيهم، داخلة تشوفي الاكل، تشوفي المية بتاعتهم. كان في كتكوت تعبان كده ولا كده، احنا اول ما استقبلتهم حطيت لهم محلول معالجة الجفاف. اول ما يجوا، في ناس بتحط عسل، وفي ناس بتحط سكر في المية، وفي ناس بتحط ادوية. فياريت ما الناس ما تكترش في الادوية اللي بتحطها للفراخ عموما. انا عندي لما بربي الفراخ البيضة اللي هي التسمين، ما فيش اي ادوية او اي اضافات بحطها لهم، غير هما الجزازتين اللي بيجوا معاهم بتوع المضاد الحيوي والفيتامينات، اللي هو بيبقى لونها اخضر والتانية لونها اصفر. جزازتين صغيرين كده، كل واحدة فيها حوالي 200-300 جرام من الدواء دوت. بس بنحطه لهم الاتنين مع بعض على المية، بيشربوا منه وخلاص، وبتفضل الدورة ماشية في وشها بسم الله ما شاء الله لحد ما بتطلع ونبيع منها. دلوقتي المكان دوت كان، يعني انت لو عندك اي مكان عايزة تستغليه، ده مسقط بتاع البيت يعني في البدروم.
المكان ده كان مليان كراكيب وخشب وكده، فاحنا لمينا كل اللي فيه، حطيناه على المكان العالي دوت. لمينا فيه كل الخشب والأرضية كده. ده المسجد، ده بط وده حمام. ماشيين عادي يعني، المكان واسع ليهم وكده. والحته ديت احنا قفلناها للكتاكيت اهي. هوريكم التجفيل من بره. احنا خلينا النجار عاملينها السلك من فوق وقفلها كويس عشان خاطر الكتاكيت ما تطلعش بره ولا كده، والطير الكبير ما يضربهاش. وادي الباب برضو 3/4 سلك والربع خشب متقفل من تحت. واهو هما كده من ورا السلك اهو. يعني المكان مناسب ليهم، مفيش اي حاجة ان شاء الله هتيجي عليهم يعني تأذيهم ولا كده. وهيفضلوا في المكان ده لحد ما يعني كمان حوالي شهر كده، لما يكبروا ويقدروا ان هم يمشوا يعني ايه، ما يبقوش يخافوا من البط. هبقى ايه هروح نجلهم مع البط. لحد دلوقتي لسه بحط لهم العلفة الناعمة، فانا هغير لهم العلف يعني كمان اسبوع كده، ما يتموا مثلا 30 يوم، ما يتم الشهر هغير لهم العلف وابدأ اعمل لهم خلطات عيش على دشيشة على علفة من الخشنة، لان دي العلفة الناعمة بيبقى ليهم فترة كده ياكلوها. وبعد كده بنغير لهم العلف للعلف التاني، بنغير العلف الناعم للعلفة اللي هي التانية الخشنة شوية. فيعني الكتاكيت البلدي حلوة ومريحة في تربيتها، وياريت اي حد يجربها. برضو هتنفع معاكي في البيت، تذبحي منها. عايزة تعمليها مشروع مثلا، تجيبي شوية فراخ كده وتحضنيهم وممكن تبيعهم في العمر دوت. انا كنت شارية الكتكوت البلدي المشعر ب10، والهجين كان ب12. فانت ممكن تجيبيهم وتخليهم عندك برضو حوالي 20 يوم زي كده، وتبيعي منهم يعني كتجارة. يصرف يعني اللي هتبيعيه هيصرف على الباقي، انه يجيب اكل الباقي، ويبقى كده اكتفاء ذات المشروع، مكتفي بنفسه. وتخلي لك شوية ان هم ايه يبيضوا عندك، او ايه تذبحي منهم لو فيهم ديوك، ولو فيهم برابر تسيبيهم للبيض. فهو مشروع كويس. يا ريت كل واحد عنده مكان يجرب. في 10 كتاكيت، في 15، بالكثير 20. وان التجربة نجحت ومشيت في امان الله، الواحد يجيب تاني برضو ما فيش مشكلة، وكله خير في البيت. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.